تبدأ أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل الميراث بإن منصور بيروح للجدة مزنة ويقول لها هو صح العقرب دي كانت عايزة تمشي وأبويا هو اللي خلاها تقعد. ومزنة تقول له وطي صوتك مش ناقصين مشاكل تاني فوق راسنا. ومنصور يقول لها ايه المصايب اللي انا معرفهاش. تقول له ان امك اتصلت على ابوك وسمعت صوت ديما وقفلت الفون. ومنصور يتضايق ويقول لها يعني المسكينة دي ناقصها قهر فوق مرض شروق يجيلها المشاكل دي كمان. ومزنة تقول له يعني هنعمل ايه يا ولدي عندك حل تعمله. ومنصور يقول لها يعني نفضل ساكتين والمسكينة دي اعصابها تتحرق. يعني انا لو خدتها وطردتها ابويا هيحصل له ايه. ولو سكتنا ام عرفت والله ما هتسامحنا طول عمرها. مصايب ملهاش حل. مشاعل تقول لطرف كده يعني تختفي وما ترديش عليا رغم اني زعلانة من الموقف ده. بس فرحتي ما تتوصفش بشوفتك. وطرف تقول لها معلش بس انت ما تعرفيش ايه اللي مر عليا. ومشاعل تقول لها وانا ذنبي ايه علشان تقاطعيني وما ترديش ولا على مكالماتي ولا رسايلي. وطرف تقول لها صدقيني انا من القهر صوت اختفى حتى لو اتصلت وقلتيلي مالك ما كان عندي اجابة. عايزة الصراحة انا مش عايزة حد يشوفني في هذه الحالة. ومشاعل تقول لها احنا اهلك يا طرف وترد عليها وتقول لها انت حبيبتي واغلى من اختي اما عائلة البهتاني عمرهم ما كانوا اهلي. يمكن لولا جميل كان حصل فيكي نفس اللي حصل فيا. انا اهلي ابويا وامي اللي هسافر لهم دلوقتي علشان كده جاية اودعك. يوسف بيخرج الجنينة بيلاقي سحر قاعدة. بيقول لها انت هنا امال بيقولوا ليه انك مشيتي. وسحر تقول له انا اتمنعت من دخول الفيلا لكن ما مشيتش. كل ما تحتاجني هتلاقيني قاعدة هنا. ويسألها يوسف ايه اللي منعك انك تدخلي. وتقول له يمكن علشان الخوف. ويقول لها شكلك مجبورة على العيشة هنا مثلي. وتقول له سحر صح يمكن احنا الاتنين محبوسين هنا. بس زيك اكيد لا. وده الفرق اللي بيني وبينك. ويسألها وايه الفرق. تقول له الفرق ان انا مجبرة اعيش تحت لكن انت مجبر تعيش فوق. واظن يعني الفرق واضح. ويوسف يقول لها شكلك فيلسوفة من القراية الكتير بس انا هشوف ان اللي تحت بيقدر يشوف اوضح من اللي فوق. مشاعل تقول لها بالبساطة دي عايزة تسيبي كل حاجة وتمشي. وتعرف تقول لها ما عنديش حاجة اقعد علشانها ومشاعل تقول لها لا طبعا. بايدك تغير اللي حصل. وتعرف تقول لها كان نفسي اشوف اللهفة دي في عيون حد تاني بس ولا شفتها ولا هشوفها. انا قفلت تليفوني بعد ما انتظرت اتصال مجاليش. مكنتش متخيلة ان اطلال بالقسوة دي. كل الفترة اللي فاتت كنت اقول ان دي مشاكل بتحصل بين اي اتنين متجوزين وهنرجع نتصالح. ومع كده ما اتصلش. ومشاعل تقول لها كان ممكن تختصري كل ده وتسأليني عنه وعن اخباره. وتعرف تقول لها غياب الفترة دي معناها انه مبسوط وسعيد في حياته. ويمكن يكون كمان اتجوز. ومشاعل تقول لها بصراحة ما اتجوزش. بس عايز يتجوز وتعرف تقول لها طبعا اكيد هتجوز واحدة تناسب امه. ومشاعل تقول لها قصدك من اهل امه. تسألها مين تقول لها عهود وتعرف تقول لها والله قلبي كان حاسس من يوم ما دخلت عليا البيت. ومشاعل تقول لها مش البيت بس عهود دلوقتي موظفة في شركة الباهي تاني. وفي الأخير تعرف تقول لها كان حلم أمه تطلقني وتجوزه واحدة من عيلتها. ومشاعل تقول لها كان أمس الكلام ده لكن دلوقتي هي عندها حلم واحد بس إنها تشوفك انتي. ديما بتتكلم مع ياسمين وتحكي لها الموقف بتاع ماجد وليلى والمشكلة اللي بينهم. وتقول لها أنا كنت هموت على اليوم ده ومش بس كده. ده أنا مستنية اليوم اللي تيجي فيه البيت وتلاقيني قاعدة معاهم. وياسمين تقول لها شايفاكي متحمسة لليوم ده أكتر من ولادها. وبعدها بتيجي عهود وتكمل القعدة معاهم. مشاعر بتاخد طرف معاها وبتلاقي أم طلال وتقول لها معايا ضيف عايز يسلم عليكي. وبتلاقي طرف داخلة وراها. طرف تقول لها كيفك يا أم طلال. وغادة تقول لها أم طلال دلوقتي ما بقيتيش تناديني يا خالة. وتقول لها طرف آسفة ما اقدرش اناديكي غير كده. ومشاعل تقول لهم اقعدوا انتوا ليه واقفين انا هروح ابدل ملابسي وارجع لكم. غادة تقول لها مش هينفع تفضلي واقفة مش محتاجة اعزمك واقولك اتفضلي البيت بيتك. وطرف تقول لها قصدك اللي كان بيتي. جوارية تدخل ليوسف يسألها وصلوا. تقول له انا ما بلغتش احد عن الاجتماع يستحسن نأجلها لبكرة. يكون وضعك بقى افضل. وبعدها بتسأله ايه سبب الاجتماع يقول لها اتوقع اني قلتلك قبل كده انك ما تخافيش. وجويرية تقول له انا قلت لك برضو قبل كده ما بخافش. بس لما تطلب تتجمع مع ولاد عمك لازم اعرف السبب. ويوسف يستفزها ويقول لها اديك قلتيها عيال عمي وكافي. وجويرية تقول له عيال عمك بالاسم واظن انك شفت بنفسك ذاك اليوم ما جوش غير في اليوم اللي جيت فيه وبطلب مني انا. ومشيوا بعد ما اتاكدوا انك يوسف الحقيقي. ومن اليوم ده محدش جه مع ان الباب اللي بيننا وبينهم ما يفصلهوش غير 10 متر. ويوسف يقول لها مش فاهم كلامك. وجويرية تقول له انا عارفة انك من يوم دخولك البيت وانت ضايع. مش عارف تثق في مين ولا تحب مين ولا تكره مين. وانا حاولت افهمك واقولك مش هينفع تثق باحد غير اهل البيت بس. انا واخواتك. لكن عيال عمك لا في عداوة بيننا وبينهم من سنين. ويوسف يقول لها بس العداوة دي معاكي مش معايا. وجويرية تقول له حتى معاك انت وكلامي ده هتكتشفه الايام الجاية. وبالاخص اللي اسمه زيد.
غادة تقول لطرف صدقيني يا بنتي انا ما كنتش راضية على كل اللي حصل. وطرف تقول لها وحصل وانتهى وخلصنا منه. وغادة تقول لها انا طلبت من مشاعل اشوفك علشان. وطرف تقطع كلامها وتقول لها علشان ايه؟ ضميرك وجعك؟ حسيتي انك ظلمتيني؟ يا ترى يا ام طلال لو الزمن ما دارش عليكي كنت هتحسي بيا؟ وغادة تقول لها انا مش بس دار عليا الزمن، انا شربت من نفس كاس القهر اللي انت شربتيه. وطرف تقول لها اشك يا ام طلال من انك شربتي من نفس كاس الظلم والقهر اللي شربت منه. على العموم انت قوية وما تخافش عليكي. بس بيقولوا ان الفرح بينسي الزعل، وبكرة تفرحي بابنك طلال لما تجوزيه بنت اخوكي. وبعد كده تنسي طرف واليوم اللي كان فيه طرف. وغادة تقول لها انا مش هسألك عرفتي منين ولا مين اللي قالك، بس هقولك شيء واحد بس. انا والله ما كنت موافقة على السالفة دي. وطلال كلمني اكتر من مرة علشان اكلم خاله وانا ما كلمتهوش. وطرف تقول لها وما كلمتهوش ليه؟ كنت فاكرة انه هيرجعني ولا كنت بتقنعيه؟ يا ام طلال ما تحاوليش تقنعيني انك كنت في صفي ضد بنت اخوكي. وغادة تقول لها طلال ولا هتجوز بنت اخويا ولا غيرها. وطرف تقول لها والله لو كلمتيني مرة واحدة بس طول الفترة اللي فاتت كان ممكن اصدقك. ياسمين تقول لي ديما عهود شغالة في شركة مقاولات كبيرة وقاعدة في فندق. بحاول اقنعها تقعد معايا هنا بدل ما انا قاعدة لوحدي وهي رافضة. وديما تسمع الكلام وتتضايق ولكن تقول لها بلا تيجي تقعد عادي. وعهود تاخد بالها ان الكلام مش على مزاج ديما. وتقول لهم بس انا ظروف شغلي مش هتخلينا نتقابل غير في الصبح ده اذا اتقابلنا. وبعدها تقول لهم ان شاء الله خير وانا همشي دلوقتي. وياسمين تمسك فيها وترفض انها تمشي، وديما تلاحظ تغير رهيب في معاملة ياسمين معاها. زيد بيحاول ينزل تحت ومشاعل تحاول تأخره علشان ما يشوفش طرف. وتسأله مشاعل رايح فين، ولما يقول لها هنزل تحت تقول له في ضيفة قاعدة مع خالتي ومش عايزة حد يقاطعهم. يسألها زيد مين الضيفة دي؟ تقول له طرف. يقول لها زيد ايه الجنان ده؟ ايه اللي جابها هنا؟ تقول له مشاعل انا اللي جبتها. يقول لها يعني انت مش عايزة تبطلي عنادك يا مشاعل؟ كم مرة اقولك خليكي بعيدة عنها؟ ومشاعل تقول له امك هي اللي كانت عايزاها. يستغرب زيد ويقول لها ليه. ديما بتتعصب على ياسمين وتقول لها هو انت حصلك ايه؟ خليكي وعيشي معايا ومش عارف ايه. ناقص ارجع الاقيكي اجرت البيت وغرف مفروشه. مش طبيعي ارجع على بيتي اتفاجئ ان الزيارات والعزايم شغاله. لا وقاعده تقنعيها تسكن هنا. وياسمين تقول لها يا ستي هي مش هتيجي وانا مش هجيب حد الا باذنك. وكمان الزيارات المفروض استاذنك فيها. وديما تقول لها ما تاخديش الكلام في اماكن تانية وتفسريه غلط، اللي انت عملتيه ده غلط وخلاص. وانا ما بحبش حد يدخل بيتي، سايبه كل اغراضي وخصوصياتي هنا. وياسمين تقول لها طيب تمام المرة الجاية هطردها من على الباب. وديما تقول لها وبعدين البنت كان عندها كلام وجاية تقوله بس لما شافتني بلعته. انا مش هتكلم معاكي في النقطة دي دلوقتي علشان لازم ارجع والمرة الجاية نتكلم. طرف تقول لها انا اتأخرت ولازم امشي، وتقول لها غادة لو عايزة حاجة من الغرفة. وطرف تقول لها مش عايزة حاجة، اتصرفوا فيها انتوا بمعرفتكم قبل العروسة الجديدة. وغادة تقول لها ما تقسيش عليا يا طرف، ولكن طرف تقول لها لو قسيت عليك كنت شفت حاجات عمرك ما شفتيها. انا كل اللي عملته اني فوضت امري لله وسبحانه ما خذلني. وبيدخل طلال عليهم يلاقي طرف مع امه لتنتهي الحلقة على هذا المشهد. يا ريت لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واعمل اشتراك في القناة عشان تتابع باقي الحلقات.